السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم على ازاي نعمل جروب او نعمل جروبات للمداخل للميكسر اللي هو الدي ام 4820. تمام. في حاجة عندنا هنا اسمها الدي سي اي جروب ديت كده. عندنا 16 جروب زي ما انتوا شايفين كده اهو، 16 جروب من اول واحد لغاية دي سي اي 16. ازاي بقى نعمل جروبات؟ في حاجة عندنا اسمها ميوت جروب ديت، ندوس عليها كده ونخش هنا على الميوت جروب السيت اب. تمام. انت عندك هنا في حاجة اسمها دي سي اي 01 2 3 4، دي جروبات اهي. تمام. ودي كل المداخل والمخارج اللي عندنا، يعني انا ممكن اتحكم في كل المداخل والمخارج واعملها جروبات زي ما انا عايز. يعني انا مثلا دلوقتي مختار اللي هو جروب رقم 1. تمام. هعمل سيت اب كده، هتلاقيها بتنور وتطفي كده، واختار ادي 1 2 3 4 5، وليكن اللي احنا خدنا 5 دولت اللي هو يعني خط 1 2 3 4 5 خدناهم في جروب اللي هو رقم 1. تمام. بعد كده بندوس على السيت اب، خلاص سجلناهم. هنخش على 2 دوت مثلا، هندوس على السيت اب عشان كنت عامل لهم جروبات قبل كده. هنلغي كل اللي احنا عاملينه دوت اهو. تمام. هنخليه مثلا 8، هتخليه 9 و10 و11 و12 و13 مثلا، يعني كل دوت يعني ايه على سبيل المثال. تمام. احنا كده عملنا الجروبات. تمام. فاحنا هنا لما نيجي ندوس هنا على الدي سي اي جروب، هتلاقي ان الجروب الاولاني دوت اللي هنا دوت اللي انتوا شايفينه ده بيتحكم فيه اللي هو 1 و2 و3 و4 اهو، 1 و2 و3 و4 و5. لما تيجي تعلي الجروب دوت هنا كده، لما تيجي تعلي الجروب دوت هنا هيعلى معاك الخمس فيدرات او الخمس خطوط مع بعض زي ما انت عايز بقى. فانت ممكن يعني ممكن تختار اللي انت عايزه. يعني انت ممكن هنا اهو، لما احنا جينا جروب 1 اهو، هتلاقيه ديت عدد الخطوط اللي فيه. جروب 2 هتلاقيه عدد الخطوط اللي فيه. جروب 3 وهكذا. ممكن تختار، مش لازم خطوط، تختار باصات. باصات ديت اللي هي الاوكسيلاري اللي خارج اهو، في كل ده اوكسيلاري خارج. في اف اكس كمان. تمام. كل دوت خروجات من معاك. فانت ممكن تختار اللي انت عايزه وتحط اللي انت عايزه براحتك. في حاجة عندنا اسمها ميوت جروب. الميوت جروب هنا اهو. تمام. الميوت جروب اللي انا بختاره اهو، يعني انا مثلا دلوقتي هختار الميوت جروب هنا اهو. هندوس على الميوت جروب دوت، ونفس اللي احنا عملناه عندك ميوت جروب 1 2 3 4 ايا كان. هنختار، هندوس على السيت اب مثلا. احنا عايزين اللي هو الميوت جروب رقم 1، اللي انت تعمل ميوت يعني تعمل كتم للصوت. هنخلي مثلا رقم 1 دوت 1 2 3 4 5. تمام. وندوس سيت اب عليه كده. هنخلي الرقم 2 هنخليه مثلا، هنخليه 5. هندوس على السيت اب هنا ثواني، ندوس على السيت اب هنا، هنخليه هنا اهو، خليه 5 و6 و7 و8 و9. تمام. وندوس على السيت اب تاني. احنا كده خليناه. طيب نشوفه ازاي. بندوس هنا على الميوت جروب هنا. بصوا بقى كده يا جماعة، عندك هنا ميوت جروب 1 وميوت جروب 3. لما بدوس على دوت هنا كده اهو، عمل لي ميوت هنا. ادي 1 2 3 4 5 اللي انا اخترتهم. طيب جروب 3 اهو، ندوس في جروب 1 هنا. جروب 3 ابتدى 6 7 8 9. تمام. فانت بتستفيد من الحتة ديت في ايه؟ ان انت ممكن بدل ما انت تدوس على ميوت لكل واحد والكلام دوت، لا انت بتعمل حوالي 5 6 خطوط ميوت. مثلا الدرامز مثلا واخد حوالي 5 خطوط، فانت بتعمل ميوت لل5 خطوط عشان تتنقل للأورج او اي آلة تانية عشان تعمل لها تيست ليها او تسمعها. تمام. فده كان فيديو سريع كده برضو للايه، للطريقة اللي احنا نقدر نعمل جروبات ازاي او ميوت للجروب ازاي. تمام يا جماعة. فده كان فيديو سريع كده بيبين لكم الجروبات ازاي. وباذن الله في بقى فيديو مطول شويه هشرح لكم كل الميكسر من الالف للياء، عشان برضو ايه تبقوا مستوعبين ليه هو بيشتغل ازاي وايه قصته والكلام دوت. ماشي يا جماعه. ان شاء الله باذن الله اشوفكم
في فيديوهات تانية ومع مميزات في الميكسر اللي هو التوب برو الدي ام 4820.